زعيم الجماعة بحرف الحاء في اليمن، هل خرج وقال لكلاب معينة في اليمن أو في صنعاء أو غيره قوموا وانبحوا واشتموا فلان والعنوا فلان؟ لا، بل خرجت أكبر الحسابات من عندهم. ودعني أقرأ هذه التغريدة، دعني أقرأ هذه التغريدة لأحد أهم الشخصيات وعضو من أعضاء المجلس السياسي في جماعة أنصار الله، الجماعة بحرف الحاء. اسمع واقرأ هذه التغريدة لمحمد البخيتي، يقول: كان الشيخ الزنداني شخصية دينية وسياسية مؤثرة، ومن حق أي شخص انتقاده سواء في حياته أو بعد وفاته، ولكن ما كان ينبغي أن تتحول وفاته إلى مناسبة لنقده ومهاجمته، لأن هذا ليس من أخلاق اليمنيين ولا من قيم الدين. لقد سجل الشيخ الزنداني قبل وفاته موقفا مشرفا سواء ضد العدوان الأمريكي المباشر أو بدعوته لوحدة الأمة، ونأمل من الإخوة في حزب الإصلاح أن يتحركوا من هذه المنطلقات الجامعة. كان يقدر يحركون يفتحون صفحة نبح وشتم وسب ولطم، والفرق بينك وبينهم دم، في دماء بيننا، في دماء، لكن الموقف موقف. أنا لما خصمي يسوي شيء زي كذا إيش أقدر أقول؟ يعني أنا قاعد أحاول أدور عليك الزلة، بس أنت جالس في كل مرة تفاجئني بشيء جديد. شفت الموقف؟ حبيبي الوطنجي اللي قاعد تسمع، شفت الموقف؟ خصوم الجماعة بحرف الحاء غيرهم اللي قاعد تسمع، شفت الموقف؟ لقد جمعتني صداقة طويلة مع الأخ جمال الزنداني كما هي اليوم مع الأستاذ منصور الزنداني شقيق الشيخ، وبهذه المناسبة أتوجه لهما ولآل الزنداني بخالص العزاء والمواساة، وإنا لله وإنا إليه راجعون.